أولا تحية لكل المتابعين وكل المتعاطفين وكل المغاربة بالداخل والخارج. كنأكد من جديد على أن الخلية تتواجد اليوم بمدينة مراكش على مستوى محكمة السيناء بمراكش، وأيضا على مستوى المحكمة ديال الابتدائية بمراكش. البارح كنا في الدار البيضاء، محكمة الجزرية بالدار البيضاء، في إطار تقديم المسمات البدوية التي تخلفت عن الحضور. واليوم انتقلنا إلى مدينة مراكش من أجل مواصلة الحملة ديالنا زيرو تفاهة زيرو عاطفة. وقد تقدمنا بشكاية أو شكايات، مجموعة من الشكايات للسيد الوكيل العام هنا بمدينة مراكش مشكور، وقد يعني قدمت لنا كل المساعدات واستقبلنا بترحاب من طرف النيابة العامة هنا بمدينة مراكش. وتقدمنا بشكايات ضد أشخاص ما يمكن أن يسطر عليهم من أصحاب التفاهة، والذين يعني يعتقدون على أنهم من المؤثرين، ولكن هم فقط من أصحاب التفاهة داخلين في البرنامج ديالنا اللي حدته الخلية. وفعلا السيد الوكيل العام أمر اليوم هنا بمراكش بتحريك هذه الشكاية والبحث فيها بشكل استعجالي، اللي قدمناها باسم جمعية مطقيتش ولادي لحماية الطفولة، وأيضا الجمعية المغربية لمناهضة العنف والتشرد المتواجدة في فاس، وجمعية مطقيتش ولادي لحماية الطفولة برئاسة الأستاذة ناجية أديب بمدينة الرباط، اللي كنتشرفوا بالنيابة عليهم وداخلين معنا في مشروع زيرو تفاهة. واللي يمكننا نخبركم به اللي هو مهم في هذه البادرة اليوم أو التواجد ديالنا في مراكش، هو أن السيد الوكيل العام أمر بإحالة الشكايات اللي قدمناها اليوم أمام الأنظار ديالو على الفرقة الوطنية بمدينة الدار البيضاء، وقد أرسل فاكس على سبيل الاستعجال من أجل في التصدي لهذه الأفعال ديالو المشينة. وبالتالي أتوجه الرأي العام على أن الخلية لا تتوقف، وأنها مستمرة في تجوالها عبر ربوع المملكة من أجل التصدي إلى زيرو تفاهة، من أجل تصدي كل الشوائب الإجرامية وتحقيق البرنامج ديالها على أرض الواقع وعلى أرض الميدان، بعيدا عن الشعارات، بعيدا عن ازدواجية المواقف، بعيدا عن كل ما من شأنه أن يعرقل المسيرة ديالها، لنبقى على ميثاقنا وعلى وعدنا مع الجماهير ومع المواطنين المغاربه. استاذ صوفي، كما كنعرفوا جميع الشكايات كما قلنا جد ثقيله، والدليل ان الفرقه الوطنيه غتدخل على الخط وغيستعملوا مجموعه من الاشخاص اللي اكيد انت ما غتكلمش على الاسماء ديالهم، غتخليها يعني مفاجاه كما فاجاتينا في عده امور، منها مدينه طنجه اللي لقات استحسان كبير. الساكنه ديال طنجه كيشكروكم، كيسالوا عليكم انت والاستاذ اشتاتو اللي بغاو يعني زيرو تفاهه كما تكلمتوا عليها، وبغاوكم انكم تبقاو غادي في الطريق هذه الى الاخير حتى نصافيو هاد المؤثرين يعني اللي خدشوا الحياة المغربي بشكل عام. طبيعة الحال، على أنه أنا كنت صرحت قبل إيقاف المسمى مولينيكس، قبل إيقافه هنا بمدينة مراكش وترحيله إلى مدينة طنجة، كنت قد صرحت قبل على خلفية إيقاف المسمى آدم بن شقرون الأم ديالو، كنت صرحت لوسائل الإعلام على أن هناك شخصية من العيار الثقيل في ميدان التفاهة، في ميدان الإجرام، وفي ميدان الشذوذ الجنسي، وقلت بأنه راه غادي نعلنوا على الاسم ديالو وغنتركوه مفاجأة. داز أسبوع تحققت المفاجأة وتم الكشف على الاسم اللي هو مولينيكس. اليوم مدينة مراكش تقدمنا أيضا بشكاية ضد أسماء وازنة في ميدان العهر والدعارة، ولن أضيف أي شيء، وغادي نعلنوا عليها. أتحفظ على الأسماء حتى لا أخرق سرية البحث ديال الضابطة القضائية وسرية البحث ديال الضابطة القضائية. ولما يتم ضبط هؤلاء الأشخاص وبالتالي اتخاذ الإجراءات ضدهم، سوف تتضح أو تكشف أو يتم كشف الحجاب على هؤلاء أو على هذه الأسماء. تبارك الله لك. تبارك الله. شكرا. الاهتمام الأقصى من أجل الحصول على نتيجة إيجابية، وأكيد جدا سنحصل على النتيجة الإيجابية المنتظرة والتي ينتظرها جميع الشعب المغربي، وهي إيقاف هذا النزيف وهذا الانحلال على مستوى المواقع. وبالتالي فخلية صفر تفاهة، صفر